السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى كامل تكونوا بخير ان شاء الله وتكونوا كامل في احسن الاحوال. جيتكم فيديو جديد وبوصفه جديده. الوصفه عباره عن ارز في الفرن. يجي يعني من اروع ما يكون. هذه واحده من اروع الوصفات اللي نحبها تاع الارز، وكما راكم تشوفوا يجي على حبه، ما يجيش كامل معجن. هنا وريتكم في البدايه ما يجيش كامل معجن، وانا استعملت هنا الارز البسمتي. يلا نشوفوا الطريقه والمقادير مع بعض. المقادير اللي واش نحتاجو قطع دجاج على حسب افراد العائله. عندنا بصل، حوالي 5 فصوص تاع الثوم، حبه طماطم متوسطه، طماطم المصبره، الدرسه، توابل، مهم والخضار والزيتون. هنايا عندي الارز البسمتي، كنت غسلته، عندي 600 غرام تاع ارز بسمتي، كنت غسلته مليح حتى خرج لي الماء صافي كيما شفتوا، وخليته يتنقع حوالي 45 دقيقه. في كوكوط ولا في طنجرة، حط حوالي 3 ملاعق كبار تاع الزيت. ضفت هذيك البصل والطماطم والثوم، كنت درتهم في الميكسور كامل مع بعضهم البعض. رحيتهم، حطيتهم يتقلاو، ضفت عليهم قطع تاع الدجاج كما قلنا على حسب افراد العائله، تقدروا ديروا غير صدر تاع الدجاج واحد. المهم هنا الدجاج على حساب يعني الموجود. ضفت عليها ملعقه صغيره تاع طماطم مصبره، وضفت عليها انا 2 ملاعق كبار تاع الدرسه. اللي ما عندهاش يعني دير ملعقه كبيره تكون معمره مليح طماطم مصبره. وبالنسبة للتوابل حطيت نصف ملعقة صغيرة كركم، ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة فلفل عكري، وملعقة صغيرة قزبر مرحي، وملعقة صغيرة تكون معمرة مليح تاع توابل خاصة بالدجاج. هنايا ضفت عليها الملح، هنا ضفت الملح غير ملعقة صغيرة ونصف، حنزيد من بعد مكعب مرق الدجاج. وكما راكم تشوفوا راني حط في المكونات ونقلي، يعني نحرك المكونات تاعي باش ما يتحرقوش اكيد. ضفت له هنايا البصل الاخضر. هنا البصل الاخضر اختياري، ويعني تقدروا تستعملوا نوع واحد من البصل، تقدروا تستغنوا على البصل العادي وديروها كامل بالبصل الاخضر. وبالنسبه للارز تقدروا تستعملوا الرز العادي، ماشي لازم الارز البسمتي، يعني تقدروا تستعملوا اي نوع تاع ارز عندكم اكيد، ما عدا الارز هذاك القصير ولا الارز المصري كما معروف، هذاك ما يليقش يتعجن، هذاك عنده وصفات خاصه. بعد ضفت الخضر بعد ما تقلاو لي مليح هذوك المكونات، ضفت الخضر اللي هي الجزر والبازلاء القزبر ضفت نصف الربطه لهنايا ونصف خليته باش نضيفه مع الارز. بعد ما تقلاو لي مليح ضفت الزيتون لهنايا اختياري، انا نحبه بالزيتون، يعني بالنسبه لي الزيتون ضروري في هذه الوصفه. مي اللي ما يحبوش اكيد يقدروا يستغنوا عليه. انا نسيت حاجه ما حطيتهاش مع التوابل من الاول، هي النعناع، حوالي ملعقه صغيره تاع نعناع تانيت. المهم النعناع كنت شاركت معكم طريقه كيفاش نجفوه، نحطوه في يدنا ونرحيوه، شتو كيفاش قعد يعني النعناع تاعنا خضر يشهي. المهم ضفت النعناع، زدت خليتهم يتقلاو غير شويه هكا مع بعضهم البعض، باش هذاك النعناع يطلق بنته في المرق، ومن بعد نمرق. انا نسيت النعناع باش نحطوه في البدايه مع التوابل. المهم كما راكم تشوفوا هنايا نحط المكونات دائما ونقلب ونقلي. بعد ما تقلاوت لي يعني المكونات هذيك مليح مع بعضها البعض، دوكا نجي نمرق. انا هنا حبيت نقيس لكم يعني للمبتدئات اللي شحال مره يسقسيوني شحال مرقتي. مرقت نورمالمون 5 كيسان، يعني اللتر وكاس. انا حنطيب في الكوكوط، بصح نتوما الا مرقتو في طنجره عادي تقدروا ديروا حتى ل6 كيسان، لانه ينشف يعني مش كيما في الكوكوط هنا ما تنشفش. المهم انا مرقت هكذايا، جاتني يعني المرق قد لهنايا نغلق على الكوكوط تاعي ونخليها طيب مادام في الكوكوط يعني واحد 10 دقائق هكذاك ربع ساعه يكون واجد. من نتوما الى في طنجره عادي اكيد حتى يطيب لكم الدجاج. هنا ضفت مكعب مرق الدجاج كما شفتوا، من بعد نغلق عليها ونخليها طيب. دوكا نولي الارز تاعي. الارز انا كما قلت لكم استعملت البسمتي، واكيد تقدروا تستعملوا اي نوع ارز تحبوه، ما عدا كما قلت لكم الارز المصري ولا الارز قصير الحبه هذاك اللي يجي بيض، هذاك عنده وصفات خاصه. لهنا الارز حطيته،
في الطنجرة عادي، وحطيت عليه كميه كبيره تاع الماء. هنايا الماء ديروا كميه كبيره. وشوفوا الارز كي غسلناه مليح وخليناه يتنقع. شوفوا كيفاش الماء اللي حيغلي فيه راهو خرج لنا صافي. لازم هكا باه ما يتعجن لكمش الارز تاعكم، حتكونوا تخلصتوا من نشاء كامل. ضفت عليه الملح حوالي ملعقتين صغار. والملح يعني دائما نحطه بالعقل، ولا خصنا نزيدو ساهل. شوفوا لهنا بعد ما غلا، شوفوا الماء كيفاش راهو يخرج صافي، يعني تخلصنا من كامل النشاء. هكا تضمنوا باللي الارز تاعكم حيجي لكم ماشي معجن. لهنا نطيبوه حوالي 70%، ما نطيبوهش كامل، نطيبوه حوالي 70%. بعد هنا طفيت عليه ونروح نصفيه. بعد ما صفيت الارز تاعي ضفت له ملعقه صغيره برك تاع زبده وباقي كميه تاع القزبر، وحركته مليح. شوفوا القزبر يزيد بنه هايله الارز تاعكم، يعني ما تجيكمش كميه كبيره. الارز هذا لازم فيه القزبر. المهم حطيت المرق على الارز تاعي، حركته هكا كما راكم تشوفوا. ما نساوش هذيك الخضار. انا جاتني كميه المرق قد مع الارز. قعدت كميه قليله، من بعد زدتها له كي بدا يتحمر في الفرن، زدتها له من بعد. حطيته في المول كيما راكم تشوفوا. وضفت عليه القطع تاع الدجاج. قطع تاع الدجاج تحبوا تحمروها تحبوا لا كيما حبيتو. انا حطيتها تحمرت شويه ومن بعد نحيتها، ما خليتهاش كامل الوقت مع الارز في الفرن. وهذا هو الطبق تاعنا بعد ما طاب وخرجته من الفرن. الدجاج كما قلت لكم ما تخليوهش مده طويله في الفرن، يعني غير تحسوه تحمر شويه نحيوه، والا حيجيكم ناشف يعني. لازم تنحيوه. تحبوا ما تحمروهش كامل، ما تحمروهش يجيكم الدجاج تاعكم طري احسن. المهم هذا هو الطبق تاعنا، نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. هنايا حبيت نوريكم يعني الرز كيفاه يخرج على حبه، ما يجيش كامل معجن. وهنا راهو سخون، يعني كي يبرد غير شويه راح تلقاو كل حبه وحدها، وباين يعني راهو كل حبه وحدها. نتمنى يعني تجربوا الوصفه. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك والاعجاب والتفاعل مع الفيديو، وتهلاو في روحكم والى الملتقى ان شاء الله.